فانت لما تيجي تتكلم عن الزمالك دلوقتي ما تبقاش بجح. السلام عليكم. الزمالك وبرغم ان انت شايف الغيابات اللي عندنا عامله ازاي، وبرغم ان في ناس بتقول لك احنا مش عايزين نلعب او احنا عندنا فلوس او لازم بيتحط في مقارنه مع الاهلي، لدرجه ان الناس شايفه ان احنا بنتكلم على امام عاشور وعلى ان هو مش موجود اكتر من ان احنا بنتكلم عن الناس بتوع الزمالك اللي مش موجودين. حضرتك انا لما اتغافل عن عدم وجود لعيبه من الزمالك لاي سبب إن كان، عندهم برد، عندهم شد، عندهم يعني ايا كان، ده طبيعي. انا طبيعي واحد ما باخدش فلوس مش هروح اشتغل. انا لو جاي شغلي الصبح وما قبضتش هقول لك لا مش جاي. في نفس الكلام هم نفس، يعني حتى معاهم عذرهم ان انت تقول جم او ما جوش، معاهم عذرهم او في سبب. امام عاشور ما بيجيش ليه؟ فانت لما تيجي تتكلم عن الزمالك دلوقتي ما تبقاش بجح. خلاص الزمالك عنده ظروف معينه فماشي برجله حمار. انت راجل راكب في بابي. ده يا جدع المقارنه اللي اتعملت بين الناس وهي مسافره تلعب في الكونفدراليه افريقيا تخليك اصلا، يعني انت لو بتلعب في نادي الزمالك ده تلعب ايه؟ انت لو بواب في نادي الزمالك هتقدم استقالتك تروح تقدم في نادي الاهلي تشتغل بواب برضه.